اليوم تحلايتي إلكم كيك التمر الملكي. سبق عملته قبل هلأ بالصفحة بس بيستاهل كتير ينعاد، وهالأسبوع عملته مرتين وبشهادة عيلتي ورفقاتي كان بيطير العقل. على البيض والفانيلا مننزل السكر بالتدريج ومنضرب لحتى يصير القوام كريمي ويتضاعف حجمه. منضيف الزيت النباتي والطحين المنخول مع المواد الجافة بالتناوب والتدريج مع الحليب، وبهالحالة مننزل سرعة الخفق أو نضرب السباتشولا. منضيف الجوز المغسل بالمي وبالمصفاية مرشوش الطحين كرمال ما يغوص بسفل القالب. منضيف التمر منزوع النوى ومنقوع بالمي السخنة ومهروس بالشوكة، وعلى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين على فرن محمي على 180 على الرف الوسط لمدة ساعة. وشوفوا لي هالمنظر البشل مع الريحة اللي بتطير العقل. وهلأ بنسقيه بصوص الكراميل اللي حكته بمكوناته وطريقته تحت البوست، والدلال والغنج والدلع على كيفكم. اجمعوا الغوالي وحضروا الشاي واستمتعوا بأطيب كيكة ملكية هشة ولذيذة، وفعلا بتصير إدمان معكم. وصحة وهنا على قلوبكم وبس والله.